التشكيل الافضل للزمالك قدام الاهلي. امبارح الخميس عملت لك فيديو، قلت لك طريقه لعب الاهلي، نقاط قوه الاهلي، نقاط ضعف الاهلي، كل حاجه عن الاهلي قلتها لك، كل حاجه بالصور. النهارده بقى اول حاجه اهم بكتير، والتشكيله الافضل نادي الزمالك. وخلي بالك بقى، والاهم ادوار اللعيبه، ادوار اللعيبه تكتيكيا وفنيا، يعني مين هيمسك مين هيقف فين، مين هيعمل ايه، الكلام ده كله. بص في حاجه امبارح انا قلت لك لازم اقول لك تاني النهارده، لكن الاهلي مميز جدا في ايه؟ في استغلال المساحات. يعني هتلاقيه بيلعب حلو قوي قدام الاسماعيلي، قدام الفرق اللي بتفتح الملعب. طول ما انت في مساحه في ظهر الدفاع عندك، الاهلي هيبقى هايل فيها. ليه؟ الاهلي قلت لك بيلعب بشكل عمودي، يعني هتلاقي امام بيستلم جوه، حسين جوه، جراديشار جوه، محمد عبد الله وعبد الله محمد جناح الاهلي، كل لعيبه الاهلي بتستلم لجوه، حتى كريم الدبيس جوه، كل لعيبه الاهلي جوه. فجوه دي بتستغلها اكتر امتى؟ لما يبقى في مساحه في ظهر الدفاع. حتى جراديشار اللي بينزل يستلم، يجري امام في ظهر الدفاع، يرمي له ثرو، جراديشار ينزل يستلم، حسين يخش جوه، ثرو. جبت لك امبارح. طب حضرتك الثرو ده بيتلعب فين؟ في ظهر الدفاع. هتلعب فين بالظبط؟ هتلعب في الاوت. طب لو انت بقى ما عندكش مساحه في ظهر الدفاع، الثغرات دي مش هتبان. باختصار، طب زي مين؟ الاهلي السنه دي عانى قدام فرق كتير، صح يا جماعه؟ الفرقه دي كلها ما لاحظتش انها لعبت ازاي؟ انا هقول لك. الاهلي مثلا عانى قدام امبي، الاهلي كان هيخسر قدام امبي، مش هيتعادل. الاهلي اتعادل، وكانت جت ضربه جزاء في اخر دقيقه الامبي، كان سجلها، كان الاهلي خسر مش اتعادل. امبي المركز الاخير في الدوري على فكره، او قبل الاخير. فامبي اللي هو عشان بس برضه احنا خسرنا من الموديل، الاهلي كان هيخسر من امبي ولا ضربه، يعني كالوشا مدافع امبي لو كان سجل ضربه الجزاء كان الاهلي كانت في اخر دقيقه، كان الاهلي خسر من امبي. امبي اللي هو السنه دي مش شايف امبي. طب امبي عمل ايه قدام الاهلي؟ لعب كل الفرقه تحت الكوره، لعب 5-4-1، كل الفرقه تحت الكره، كل فرقه جوه ال 18. فالمساحات اللي الاهلي عايزها ما بقتش موجوده، المساحه اللي في ظهر الدفاع ما بقتش موجوده. مين عمل كده برده؟ فاركو عمل كده بالظبط. فاركو برده كل الفرقه تحت الكوره 5-4-1، كل الفرقه جوه ال 18، فالمساحه اللي في ظهر الدفاع ما بقتش باينه. طب تاخد على المستوى القاري، اورلاندو بايرتس اللي فيها موفوكينج، احد اكتشافات العبد لله يعني، والاهلي كلمه والزمالك كلمه، ما عليه، بس هو راجل بيقول لك عايز يحترف بره وبتاع يعني. المهم الاهلي اورلاندو عمل ايه؟ وقف تحت الكوره، استنى الاهلي يهاجم، ظهرت المساحات في ظهر دفاع الاهلي، اورلاندو هو اللي استغل المساحات وكسب 2-1، مش الاهلي. ليه؟ لان اورلاندو ضيق المساحات، المساحه اللي في ظهر الدفاع ما بقتش موجوده، فلعيبه الاهلي ما بقتش بتشتغل كويس. فده المهم بقى هنا. يبقى انا جبت لك اهو مستوى محلي وفرقه قاريه هي المركز الاول في مجموعه الاهلي، يعني اورلاندو المركز الاول في مجموعه عملت كده قدام الاهلي. المهم ان انا اكسب، وان انا اطلع بالنتيجه اللي انا عايزها. بصوا يا جماعه، فنيا لو انا دلوقتي راجل مثلا برازيلي اتفرج كده، ببص الاهلي والزمالك بالسكواد، الاهلي عامل 50 صفقه واربع خمس صفقات بملايين الملايين 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 كاش ودولارات، ماشي، رواتب موجوده. الاهلي الزمالك لسه مغير مدرب من كام يوم، فطبيعي ان الاقرب فنيا الاهلي. ولكن لو انت عرفت تضيق المساحات كويس في ظهر نص الملعب، في ظهر الدفاع، نقدر ان احنا نقفل طرق اللعب او نقفل مفاتيح اللعب على النادي الاهلي. وبالتالي التشكيله الافضل. بصوا يا جماعه، انا هقول التشكيله محدش يعلق، انا هقول تشكيلتي، تكتب تشكيلتك، والثانيه هقول لك مبرراتي ايه للتشكيله دي. فالنبي اسمعوا للاخر، عشان في ناس بتكتب اول ما بقول لا، هقول لك التشكيله وهقول لك مبرراتي ايه. طبعا اسف في اصابات، انا كنت ناوي مثلا ابدا بجهاد، فمش هبدا بيه عشان هو مصاب. التشكيله الافضل للزمالك قدام الاهلي: حراسه المرمى محمد عواد، خط الدفاع صلاح الدين مصدق، حسام عبد المجيد، الونش. هلعب طبعا 3-5-2 مش 3-4، 3-5-2. طبعا نص ملعب هلعب بدونجا، عبد الله السعيد، ومحمد شحاته. وينج باك يمين عمر جابر، وينج باك شمال محمود بن طايق، قدام 2 زيزو والجزيري. ايه ده؟ شو التشكيله دي غريبه. انا بقول لك دي افضل تشكيله للزمالك لسببين. اسمع بالله يبارك لك، اكتب لي تشكيلتك بدل بص هنتناقش، بس اكتب لي تشكيلتك عشان نتناقش. انا بقول لك الموضوع صعب ان الزمالك يلعب كده، انا بقول لك صعب، ولكن لازم لسببين. اسمعني بس الله يبارك لك. الاهلي قلت لك شاطر في حاجتين، في ظهر الدفاع، بس في حاجه انا ما قلتلكش خالص، ده اللي هقول لك بقى النهارده. الاهلي ممتاز في اللعب في الزون 14 في قلب الملعب، اللي هي فين يا جو، المساحه اللي هي بين الدفاع ونص ملعب، اللي هي فين يا جو، ظهر دونجا الاخر، ظهر دونجا وظهر عبد الله وظهر محمد شحاته. الاهلي شاطر في الحته دي جدا. ليه؟ حسين بيخش فيها، امام حاليا هداف الدوري بيخش فيها، كل جراديشار بينزل يستلم في الحته دي ويرمي الوينجات تخش. فانا عايز اقفل دي، هقفلها ب3 بنص الملعب، 3 ورا يبقى في 3 عشان العرضيات. قلت لك الاهلي خطر في العرضيات اذا كان وسام وجراديشار، فلازم اقفل الحته دي واقفل كمان نص الملعب. وبقى انا عندي، اسمع بقى دي، ولو انا حبيت اهاجم، عبد الله هيزيد، بن طايق هيزيد، عمر جابر هيزيد، قدام زيزو والجزيري، وانا هنا بقى اقدر العب على التحولات. تقول يا جون انت عايز العب على التحولات؟ يا جماعه لازم العب على الجيم تحولات، انزل تحت الكوره، العب لو بلوك، كتله منخفضه او دفاع منخفض، دفاع منطقه كله جوه ال 18، والعب على الهجمات المرتده. ده افضل شكل للزمالك. وانا بقول لك الاهلي وحش جدا في ده، يعني خلي بالك بقى. الناس تقول انت خايف، مش خوف يا جماعه، لا لازم اقفل الملعب. والاهلي عنده مشكله في ده يا جماعه. العش اتطرد امتى؟ لما اتلعبت كوره في ظهره، راح دخل مع مهاجم المحله طرده. خد بقى من ده كتير، فرق كتيره جدا هجمت الاهلي بالشكل ده. اورلاندو سجل في الاهلي بالشكل ده، هجمه مرتده. اغلبيه الفرق اللي بتلعب الاهلي بتلعب على الشكل ده. باتشوكا لما تعادل مع الاهلي كان كل فرقه تحت الكوره بتلعب
بتلعب هجمات مرتده. تلاقي اغلبيه الفرق اللي بتاذي الاهلي يعني عنده مشكله كبيره جدا. اولا دفاع الاهلي مش سريع خالص، ربيعه مش سريع، والعش لسه ما انسجمش. انا بقول لك اهو الباكين بتوع الاهلي بيتقدموا كتير جدا، امام ما بيرجعش يدافع. كل ده يخليك ان انت لو لعبت على هجمات المرتده وحطيت قدام ناس صراع زيزو والجزيري تقدر تلعب على طول. الكره تيجي لعبد الله على المغمض لوب لجوه، كره طويله لجوه في المساحه واجري بقى انت. فاكرين جون ايمن حفني ثرو بوش الرجل لمصطفى فتحي؟ فاكرين الماتش ده 3-1؟ مصر كلها كانت بتقول برده الزمالك هيخسر في الماتش ده. كسبنا 3-1 وكنا ممكن نكسب اكتر من كده. على فكره كنا بنلعب ماتش حلو جدا الماتش ده. عملنا ايه؟ على فكره ربيعه كان في الماتش ده نفس المشكله عند ربيعه، والله العظيم ما اتطورش فيها. عنده مشكله كبيره جدا في المساحه اللي في ظهره. هو مش سريع، مش ذكي قوي، مش ذكي في تحركاته من غير كوره، فهو طبيعي الكوره هتلعب في ظهره هيروح انفراد. اذا كان زيزو او الجزيري، وزيزو كمان بدنيا قوي والجزيري ذكي، واعتقد ان في حكم اجنبي، فالجزيري لو قدر ان هو بشويه خباثه يقدر ياخد ضربه جزاء، انا بقول لك من الاهلي، او يقدر يلبس مدافع الاهلي طرد بشويه خباثه. فانا هنا عملت حاجتين، قفلت الملعب واستغليت نقطه ضعف في الاهلي. ده انا ما قلتش امبارح احد نقاط الضعف ان الاهلي لما بيهاجم قوي فرقه بتلعب عليه كومباكت بيبقى عنده نقطه ضعف كبيره جدا في حاجتين. الهجوم ما بيبقاش افضل حاجه، ودفاعيا الاهلي عنده مشاكل كبيره جدا في المساحات في ظهر دفاعه. بدا افضل شكل للزمالك. طب ايه بقى التعليمات اللي لازم اقولها للعيبه؟ اسمع الله يبارك لك، اسمعني بقى عشان ده اهم جزء في حلقه النهارده. بصوا يا جماعه قبل الماتش وانا احط جهاد يلعب، بس جهاد للاسف مصاب. عشان مثلا يا جماعه جهاد مصاب والله، عشان الناس اللي بتسالني والله جهاد للاسف الشديد مصاب. طيب يبقى انا هلعب بدونجا. بصوا يا جماعه في بيف جامد قوي بين دونجا وبين امام، زي كندريك لامار ودريك، او زي مثلا عفروتو ويجز، في كده الاثنين ما بيتوش بعض. ماشي سيبك من ليه دونجا يمسك امام عاشور مان. تقول ايه ده جو؟ تقول ايه؟ اسمع مني الله يبارك لك. مين عمل ده؟ جوزيه جوميز عمل ده في السوبر الافريقي. ادوارد بتاعه عملت فيديو، الفيديو ده كان جايب حاجه 50,000 باين حاجه كده. كان احد اللي يعني ده كان شورت من الفيديو ده. قلت ان دونجا كان واخد تعالى، وجبت لك صور ان امام كان بيسيب مكانه ويتطرف ومع ذلك دونجا معاه. يعني امام كان بيستلم الكره في التماس ودونجا ضاغط عليه ومعاه. لازم يعمل ده، لازم تستغل الصراع اللي بينهم. ان دونجا ممكن يخش يعني يبقى معاه قوي في الالتحامات ومعاه، خلي الاثنين مع بعض. قلت طب اجو قلب الملعب يبقى موجود في شحاته وعبد الله. ما انا بلعب بشحاته وعبد الله ليه؟ عشان الاثنين يدافعوا ويبقوا موجودين. يبقى دونجا مهمته في المباراه امام عاشور مان تو مان. لو امام عاشور كولر غيره انا كمان غير دونجا. يعني لو امام عاشور اتصاب دونجا هيتصاب معاه. شوف بقى الاثنين يلزقوا في بعض، يبقوا مع بعض كده. لازم استغل البيف اللي بينهم، الاثنين يبقوا مع بعض، كل الاثنين يتخانقوا مع بعض يضربوا بعض، طرد الاثنين. لو الاثنين اتطردوا ما فيش مشكله باش يعني زيتنا في ايدينا مع بعض. لو اثنين اتطردوا وارد كان ده يحصل، الاثنين هيخربشوا في بعض هيقرفوا بعض. انا عايز ده الاثنين يبقى في جيم بينهم هما الاثنين لوحدهم. وهنا بقى دونجا سيبك من الزمالك وبتاع، هو بيلعب لنفسه دونجا مش للزمالك. انا بقول لك لو بلعب الزمالك ملط في نص الملعب طبعا كل الدعم ليه والله مش قصدي دونجا هيلعب لنفسه. مش قال لك امام شتمني ومش عارف، فانت هتلعب لنفسك يا دونجا انت جدا اهي. فلازم دونجا يمسك امام مان. جوزيه جوميز عملها في السوبر الافريقي ونجح ان هو يخرج امام من الجيم مع جمهور الزمالك. دونجا مسكه مان بس تقدر انت تخرجه بره الجيم. انا بقول لك اهو مع جمهور الزمالك مع كل الكلام ده، مع الشحن مع التشجيع مع كل ده، يقدر دونجا يخرج امام عاشور من الزمالك. وانا مش عايز يعمل حاجه غير دي. تقول لي لا مش عايز، ولا عايز يطلع بالكوره ولا عايز اعمل ده، بس وقفوا لان امام 70% من قوه الاهلي. ولو انت مسكت امام السرعات اللي بتتلعب دي مش هتتلعب خلاص. يبقى انت لازم تمسكه مان مش زون. تاني امام لازم يتمسك مان تو مان، هتشل حركته خالص. ويا سلام لما زي ما قلت لك لو جبت لعيب ما بيطوق الاثنين ما بيطوقوش بعض، الاثنين يمسكوا بعض. يبقى ده حاجه مهمه جدا. عارف يا جماعه في ناس كتير بتنتقد دونجا وانا بنتقده اول واحد هنا، قلت له ياما لقطات انتقاد، بس في الماتش ده بالذات خليه يمسك وامرنا لله ونقول يا رب ربنا يوفقك يا دونجا ويوفق كل لعيبه الزمالك. رساله لعيبه نادي الزمالك، موتوا نفسكم في الملعب. تلعبوا يا جماعه باسم نادي الزمالك، نادي كبير جدا جدا جدا. ممكن يكون فنيا الامور اقرب للاهلي فنيا، بس فنيا مش كل حاجه الفني لا، في حاجه اسمها نفسي، في حاجه اسمها توفيق بتاع ربنا. احنا نسينا ربنا اهم واكبر من الكل. في حاجه اسمها توفيق بتاع ربنا. فلازم يا جماعه انت كلاعب تنزل تلعب برجوله، انزل موت نفسك، انزل بص على التيشيرت اللي انت لابسه، اعرف تاريخ نادي الزمالك وقيمه نادي الزمالك، وبامر الله ربنا يوفق نادي الزمالك. واتمنى اللعيبه اللي في بيننا وبينها دلوقتي مشاكل، او اللعيبه اللي احنا دلوقتي ممكن تكون مش بتلعب بافضل حاجه، ده فرصه قدامكم ان انتوا تتالقوا او ان انتوا تعملوا جيم كبير جدا. الناس هتقول لي ليه بدات بالجزيري؟ انا عايز العب في المساحه في ظهر دفاع الاهلي، عشان في ناس هتقول لي برده ليه مش ناصر منسي خليه معايا تغييره، يبقى معايا على الدكه الا لو بيسيرو هيهاجم وانا لا احبذ ده. انا بقول لك لا احبذ ده. لو هتهاجم ساعتها ممكن تلعب بناصر منسي بحيث ان هو يقدر يلعب عرضيات فماشي. لكن لو انا هلعب كومباكت تحت الكوره، الجزيري هيبقى افضل في حته ان هو ايه، الجزيري اسرع من ناصر، وكمان الجزيري بيقدر يتحرك في ظهر الدفاع. كمان جمهور الاهلي ممكن يستلم ناصر، يعني عشان برده الماتش اللي فات والحركه دي فممكن يستلمه، فلا خليه معانا على الدكه كده ما نخرجش واحد من تركيزه، وخلي الجزيري هو اللي يبتدي يستغل ده. الجزيري استغلها خيرين وبركه.
ما استغلاش لا قدر الله يبقى ناصر منسي ينزل او حسام اشرف. وهل طب في ناس ممكن تقول هل ممكن نشوف الجفالي؟ وارد، في اخبار بتقول ان ممكن الجفالي يبقى مفاجاه المباراه، وارد. هنا بقى رؤيه المدير الفني، انا ما شفتش جفالي في التمرين يا جماعه. بصوا المدرب، اقول لك على حاجه، مره شفت كان في حد كان لعيب كوره بيقول لك، كان في مدرب مش فاكر كان فين، بيقول لك بيبص للاعب يعرف هو خايف ولا لا. في مدربين الاسامي اللي هم حاجه و60 والكلام ده، او حتى حاجه و50 مش مهم، في مدربين بيعرف اللعيب ده هيقدر يلعب ولا لا، شخصيه ولا لا، بيبان في التمرين. انا ما شفتوش والله في التمرين. طب لو بيسيرو شايف ان هو يقدر يبقى يلعب على اي حد، ما عندوش اي مشكله اطلاقا، بس المهم ان هو بيسيرو هو اللي هيقرر، وهو اللي شايف اللعيبه. كل تفاني الزمالك ادعوا يا جماعه ان شاء الله الزمالك يبقى يكسب 3 نقط قدام الاهلي باي بقى نتيجه 1-0 2-1، بس ان شاء الله ربنا يوفق الزمالك. في لايك شير سبسكرايب. سلام عليكم.